زي ناس كتير قوي انا ما كنتش ليا في الميك اب خالص. فتعالوا هقول لكم انا اتعلمت احط ميك اب ازاي واحنا بنحط كده مع بعض. اول حاجه بس احط البرايمر. انا الميك اب اللي بستخدمه الفتره دي كلها من شجلام. حلو جدا. انا بقى اتعلمت الميك اب ازاي، ان انا بقعد اتفرج على فيديوهات كتير قوي وبقعد اجرب لوحدي، وبقيت بفهم بقى واحده واحده في الميك اب اللي ينفع وشي وبشرتي. احلى حاجه في البرايمر بتاع شجلام ان هو بجد ما بحتاجش احط فاونديشن، يعني انا ممكن احطه بس كده واكمل الميك اب عليه، ما بيحتاجش ان هو يتحط فاونديشن علشان هو اصلا بيدي لون بينك كده للوش، فبيبقى شكله حلو جدا كاني حاطه فاونديشن بالظبط. ده شكله كده اهو. بعد ما وزعته كويس قوي هحط كونسيلر فوق عيني كده نقطه صغيره قوي، عشان بس ما احط اي شادو يبقى اللون ثابت، يبقى باين اللون. خلصت كونسيلر، لسه بقى في الاي شادو بقى مش قوي بصراحه، هبدا احط لون كده فاتح. نحط اللون الفاتح ده نثبت بس بيه الكونسيلر. انا بقى بحب احط لون واحد بس، يعني ما بحبش احط كتر الوان علشان ما بوظش وشي، فممكن احط اللون ده. نفض الفرشه كويس. نبدا بس من اخر العين هنا كده عشان ما يبقاش هنا الكتير، فنبدا هنا كده عشان يبقى الغامق برضو هنا. نبدا نوزع كده. كده خلصت الاي شادو. انا يا دوب حطيت بس يدي ضي كده فوق عيني. هجيب اللون ده فيه لمعه كده سنه، هو مش شيمر قوي بس هو فيه لمعه سنه، وهحط بايدي نقطه خفيفه قوي. شايفين مدي لمعه خفيفه قوي، مش باين اصلا بس شكله حلو. ابتدي احط فاونديشن. الفاونديشن اللي انا مستخدماه ده بتاع شجلام حلو قوي، بس أنا بحط على ايدي وابدا اخد من على ايدي نقطه نقطه علشان ما يبقاش على الوش كتير. انا بوزعه الاول بالفرشه دي وبعد كده بالبيتي بلندر ببدا اوزعه. طبعا الطرحه هتتبهدل بس مش مهم. هدمجه بقى كويس بالبيتي بلندر. انا مش عارفه ليه هي مش راضيه تنضف، يعني هي بجد مش راضيه تنضف معايا خالص. غسلتها بكل الطرق مفيش فايده. دمجت الفاونديشن كويس قوي، باين جدا. حاسه ان وشي ابيض قوي، فهنهدي كل ده دلوقتي. انا بقى ما كانش ليا في الكونتور بقى خالص، بس بدات ان انا استخدمه من ساعه ما جبت الكونتور بتاع شجلام ده، وحلو قوي. والدرجه دي مش غامقه، الدرجه دي فاتحه حلوه. فانا ما بحطش هنا، انا عشان انا وشي خاسس فبحب ان انا ابين خدي، فبحط كده عشان ابين الخد. نحط كده نقطه صغيره على مناخيرنا، وهنا حته صغيره، وهنا هبدا ان انا ادمج الكونتور على فوق بقى. حاسه كترت سيكه. شايفين الخد بدأ يتقسم ازاي؟ لسه هنحدد تحت الكونتور بالكونسيلر. عشان وانا قلت كونسيلر الاول ولا كونتور؟ شايفين الكونتور؟ بصوا كده الوش بدأ يهدى شويه من الابيض. هبدأ بقى بالكونسيلر احدد هنا وهنا، عشان يدوني اضاءة تحت الخد كده. هدمجهم برضو كده كويس قوي. بصوا بقى هيبدأ الخد يتقسم والكونسيلر يبان. وهحط كونسيلر هنا وهنا. الكونسيلر بتاع شجلام ده حلو قوي، يعني انتوا شايفين النقطة عملت ازاي؟ يعني انا بحاول اهديه بقى عشان هو حاسة ان هو كتير قوي. الوش كده اتقسم. هنبدأ بقى نهدي كل الابيض ده. نحط بلاشر. هحط البلاشر الدرجة بتاعت لاف كيك بتاعت شجلام اللي هي كانت ترند. انا مش بحبها قوي بصراحة عشان هي فاتحة قوي، فهي يا دوب نقطة واحدة منها كفاية. نقطة صغيرة هنا ونقطة صغيرة هنا. برضو انا بحط هنا عند خدي، ما بحطش على العظمة الخد بس، انا بحط على خدي عشان خدودي تبان، عشان انا بحب الخدود تبقى باينه، عشان من ساعه ما خسيت وانا متضايقه قوي. طبعا كل الحمار ده بقى هيهدى دلوقتي، هيهدى لما احط عليه الباودر. هديه بالبلاش الباودر فهيهدى شويه. هجيب الايلاينر. طبعا الايلاينر ده يا جماعه ان ده رخيص جدا، بس هو احلى قلم ايلاينر انا بحبه وبستخدمه. بس انا مش هرسم عيني قوي، انا هرسم خط صغير قوي كده.
بس كده انا سحبت السحبه بس. بصوا الايلاينر هو بس طول مني سنه، بس هو شكله حلو قوي. هبدا بقى ايه اثبت كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي بالباودر. دي مش بتحط كتير عشان كل الحاجات اللي انا حطيتها كريمي، فهبدا ان انا ايه اثبت كده. الابيض ده الابيض انا جايبه اللي هي فيها درجتين، اللي تحت العين والحتت اللي انا مخلياها فاتحه عن وشي شويه، واللي تحت اللي هي اللوز باودر دي عشان ما تنزلش كتير، بس دي اللي هي اللون ده البيج. فهبدا ايه على وشي بقى كله، على باقي الوش. نجيب البلاشر اللي احنا حطيناه اللون ده وهحط تحت عيني كده خط خفيف قوي. ماسكارا بقى، انا بحب الماسكارا دي قوي، والماسكارا بتاعت شجلام طبعا دي خلصانه لان هي بقى لها عندي كتير، بس بتاعت شجلام بتضايقني ان هي ما بتتمسحش بسهوله، فلا مش هحطها. لقيت الماسكارا خلصانه فجبت بتاعت شجلام برضو. شايفين الماسكارا حلوه ازاي؟ انا ما بحبش الرموش، يعني ما بحبش اركب رموش، فدي بالنسبه لي كده كاني مركبه رموش حلوه قوي. هنيجي بقى لاخر حاجه، هحط البلاشر الباودر علشان ايه يهدي ده شويه. هحط برضو الدرجه دي بس مش كتير، وهحطها بطبطبه كده بحيث ان ايه متبقاش كتير قوي. اصلا على ما جيت احط دوت هتلاقوا الاولاني هدي. هايلايتر بقى مش كتير علشان برضو ده بيبان قوي قوي، فيا دوب هي ايه نقطة صغيرة. شايفين نقطة صغيرة عملت ايه؟ بس ده كده تمام قوي. الليب لاينر ده انا بحب استخدمه مع اي لون روج، هو حلو قوي، هو غامق بس انا بحب استخدمه مع اي لون روج بصراحة، وبيدي ايه شكل حلو. هحدد شفايفي بيه بس كده. حددت شفايفي بيه. عندي بقى باليت الروج دي من ساعه ما اتجوزت وما بستخدمهاش كتير، يعني حتى الالوان لسه بحالها، فانا هحط من اللون البينك ده. انا حاسه عملت اللوك بينك فشكله ايه بقيت شبه باربي قوي. كده خلصت الروج. شايفين التحديد شكله حلو ازاي؟ وبكده اكون انا خلصت الميك اب. طبعا انا حسيت ان انا حطيت حاجات كتير بس هي مش حاجات كتير قوي، فقولوا لي ايه رايكم، ويعني يا رب تكونوا استفدتوا حاجه من الفيديو. ولو عايزين لوكات تانية قولوا لي، اعمل لكم اي لوك انتوا عايزينه، وهستنى رايكم في الكومنتات.